لمّا فتحت لي باب البيت ما كنتش عارف أبُص لها إزاي من كتر الجمال اللي هي كانت فيه، كانت واخدة راحتها على الآخر في اللبس، على أساس يعني إنها لوحدها في البيت وكده. أنا أسامة خلّصت دبلوم تجارة وزي الشباب كلّهم قعدت أدوّر على شغل هنا وهنا، المهم إن أنا في الآخر أخدت قرار إن أنا هانزل وأشتغل مع عمي، وأشتغل وأصرف على نفسي بقى وأريّح أبويا من المصاريف وكده، وعرضت على أبويا إن أنا هاروح وأنزل أشتغل مع عمي. أبويا في الأول كان رافض وبيقول لي: "لأ استنى لمّا تخلّص يعني الدبلوم." أنا كان لسه فاضل لي يعني كنت خلاص خلّصت بس فاضل لي مادة بس هامتحن فيها، قال لي: "استنى أمّا تخلّص الدراسة بتاعتك وكده وروح اشتغل معاه." قُلت له: "لا يابا أنا خلاص هانزل أشتغل." وقررت فعلًا إن أنا أشتغل من أول ما بدأت آخد الأجازة، واشتغلت. ولمّا قُلت إن أنا هاروح أشتغل مع عمي، فأبويا ساعتها اعترض وقال لي: "ده عمك ده بخيل وعمره ما هيدّيك فلوس كويسة ولا هيعرف يشغّلك حتى كويس." قُلت له: "أنا هاروح أشتغل معاه أي شغلانة وخلاص وهاشوف لو لقيته يعني ما بيدّينيش فلوس وكده وما بيدّينيش مبلغ كويس، هافضل بس أشتغل وأتعلّم منّه وبعد كده هاسيبه، يعني لو هو ما ادّانيش." بس أنا يعني واثق ومتأكد إن هو لمّا يشوفني باشتغل معاه كويس أوي هيدّيني. قال لي: "خلاص ماشي." ونزلت فعلًا أشتغل مع عمي، ولقيت عمي فرحان بيّا جدًا إن أنا خلاص هانزل أشتغل معاه، وكانت معاملته معايا كويسة جدًا، وكان بيحاسبني برضه كويس، يعني كان بيدّيني الأجرة كده يوميًا، رغم من إن هو بخيل يعني ومعروف عليه إن هو بيموت على القرش، لكن كمان مع الوقت وهو بيحاسبني لقيته بيدّيني فلوس زيادة، كنت مستغربة أوي، بس في نفس الوقت فرحت وقُلت أكيد هو يعني أنا صعبت عليه وكده علشان أنا لسه شاب في مقتبل الحياة وكده وباكوّن نفسي، وفضلت معاه بقى على طول في الشغل، وحسيت ده إن عمي يعني راجل كويس مش زي ما بيقولوا عليه إن هو بخيل أوي يعني، هو يمكن بس حريص على قرش شويتين، بس حسيت إن هو بيعاملني كويس جدًا وبيعتبرني زي ابنه. عمي ده كان متجوز كبير في السن شوية يعني اتشغل بالمال وإنه يجمع المال وكده والمشاريع بتاعته، وفي الآخر يعني اتجوز على كِبَر وما خلّفش لحد دلوقتي. مرات عمي دي كانت جميلة أوي، وكانت أصغر من عمي كده بحوالي 25 أو 26 سنة، بس هي يعني من بيئة فقيرة، بنت ناس فقرا يعني مش ناس أغنيا، علشان كده وافقت إن هي تتجوز عمي علشان يعيّشها في مستوى أحلى من اللي هي عايشة فيه. بصراحة أنا كنت مستغرب من جوازة عمي دي ومش عارف ليه مرات عمي يعني هي جوّزته على إيه؟ يعني هو اللي أنا كنت أعرفه يعني إن هو فلوسه كويسة، فدي اللي جات في دماغي إن هي جوّزته علشان فلوسه، بس هو برضه كان من النوع البخيل ومش بيهون عليه القرش، يعني مش بيطلّع المليم إلا ساعة كذا يعني، حريص أوي يعني جدًا، جدًا على القرش. أنا بقى طول ما كنت باشتغل مع عمي كنت متعوّد إن هو كل يوم كان بييجي ينزل يعني معايا وبنتغدى سوا، وكان بيجيب معاه الأكل وهو جاي أو أنا مثلًا كنت باروح وأتغدى معاه. بس في يوم كده لقيته جه ونزل معايا وبيكمّل شغل بس ما جابش الغدا معاه، فقُلت خلاص بقى أنا هاروّح أتغدى وأرجع على الشغل تاني، بس لقيت كده بعد شوية جاي عمي يكلمني وبيقول لي: "باقول لك إيه أنا نسيت وأنا جاي إن أنا آخد الغدا معايا، إيه رأيك هاقول لك على شوية طلبات كده تشتريها لمرات عمك وفي المرّة وأنت جاي تجيب الغدا معاك." قُلت له: "خلاص ماشي." وسمعت كلام عمي ورُحت فعلًا جِبت الحاجات اللي مرات عمي كانت عايزاها من السوبر ماركت، ورُحت مروّح علشان أدّيها لها وكمان علشان هي تدّيني الغدا. فالمهم إن أنا لمّا رُحت لمرات عمي لمّا فتحت لي الباب يعني هي تقريبًا كده ما كانتش عارفة إن أنا اللي رايحة أخبّط عليها، هي كانت متوقعة إن هو جوزها عمي يعني، فما كانتش عارفة. أنا بصراحة بقى ساعتها ما كنتش عارفة أبُص لها إزاي من كتر الجمال اللي هي كانت فيه، يعني هي كانت واخدة راحتها خالص على الآخر في اللبس. توقعت بقى في سري إن هي أكيد فتحت لي باللبس ده علشان هي شايفاني يعني في نظرها إن أنا عيل صغير بالنسبة لها وكده، مع إن يعني فارق السن ما بيني وما بينها مش كان كبير أوي، ده الفرق ما بيني وما بينها 7 سنين بس. المهم مرات عمي لمّا فتحت لي طلبت بقى منّي إن أنا أقعد أستنى شوية عقبال يعني ما تجهّز الأكل، كان الأكل لسه ما استواش ولسه محطوط على النار، فقالت لي: "اقعد ارتاح شوية كده عقبال ما أحطه لك في شنطة يعني وأجهّزه." فالمهم قعدت وهي قامت يعني عملت لي عصير وكده وقعدت علشان أشربه، بعدين بقى قعدت تتكلم معايا وتضحك وتهزر وقالت لي: "باقول لك إيه، أنا من ساعة ما شُفتك يعني وأنا بارتاح لك وكده، وفي حاجة أنا عايزة أقولها لك بس بشرط إن أنت ما تقولهاش لحد، يعني أنا عايزة أقول لك على حاجة بس الحاجة دي تبقى سِر ما بيني وما بينك ومش أي حد خالص يعرفها." قُلت لها: "خلاص تمام، يعني عايزاني في إيه وكده؟" قالت لي: "بُص هو أنت يعني ليك في الموبايلات وكده وبتفهم فيها؟" قُلت لها: "أيوه، أنا كنت شغّالة قبل كده في محل موبايلات يعني أيام ما كنت طالب وكده." فقالت لي: "طيب أصل في صور يعني عندي على الموبايل أنا حذفتها من تليفوني وعايزة أرجّعها تاني ومش عارفة أرجّعها، فأنت يعني لو هتعرف ترجّعها لي يا ريت."
قُلت لها: "أيوه." فراحت هي دخلت جوّه الأوضة علشان تجيب لي التليفون علشان يعني أطلّع لها الصور اللي اتحذفت دي من المحذوفات وكده. المهم جابت لي التليفون وأنا قعدت كده ألعب في التليفون شوية وألعب في الإعدادات عشان أرجّع لها كل الصور اللي اتحذفت، وعملت الحاجات اللي هي عايزاها وقعدت أضبط في التليفون علشان يعني كانت عمّالة تقول لي إن التليفون بيهنِّج وكده، كانت مساحته مش كبيرة أوي علشان كده كان بيهنِّج وهي كانت متصوّرة عليه صور كتيرة أوي. المهم إن أنا وأنا بافتح الصور دي اتفاجئت. أنا أصلًا في الأول اتفاجئت إن مرات عمي دي معاها موبايل، لإن الموبايل ده كان شكله غالي وtouch يعني ونضيف، وأنا يعني أعرف إن الموبايل اللي معاها يعني بزراير، وطبعًا عمي مستحيل من رابع المستحيلات إن هو يجيب لها موبايل بالشيء الفلاني يعني، لإن عمي بخيل أوي يعني وما بيرضاش يجيب حاجة يعني ما لهاش لازمة، ولا هيرضى يجيب موبايل زي ده للمظاهر وكده. المهم إن أنا وأنا باضبّط الموبايل الصدمة بقى اللي أنا شُفتها وبارجّع كده الصور من المحذوفات، اتفاجئت بقى إن في صور كتيرة جدًا لمرات عمي وهي من غير أي حاجة تقريبًا. يعني أنا اتفاجئت وما كنتش أتوقع إن مرات عمي ممكن تتصوّر صور زي دي، كنت مستغرب خالص، حتى وشّي احمر خالص، وعلى طول يعني من غير ما مرات عمي تعرف، رُحت أنا واخدة الصور دي ورُحت باعتها على تليفوني. بعد بقى ما خلّصت كل حاجة وشطّبت كل حاجة في التليفون، رجّعت التليفون تاني وقُلت لها: "بُصّي أنا رجّعت لِك كده كل حاجة أنتِ عايزاها." لقيتها بتقول لي: "شكرًا." وبتشكرني يعني على كده وبتقول لي: "بس أهم حاجة خلّي الموضوع ده يا ريت يكون سِري ما بيني وما بينك، عمك طبعًا ما يعرفش أي حاجة ولا يعرف كمان إن أنا عندي موبايل." المهم قُلت لها: "تمام ما تقلقيش." وأخدت منها الغدا ورُحت نازلة على طول. طول ما أنا في الطريق وأنا رايح لعمي كنت عمّالة أفكّر في الموضوع ده، وباقول يعني طَب هي يا ترى معاها موبايل بتعمل بيه إيه؟ طَب حد جايبه لها؟ يعني أنا كنت ساعتها مستغرب. المهم إن أنا لمّا رُحت لعمي وكده قعدت إن أنا أتغدى معاه شوية، وبعد كده رُحت استأذنت من عمي وقُلت له إن أنا مش هاقدر يعني أكمّل شغل النهارده، لإن أنا تعبان شوية، ورُحت مروّح على طول. لمّا روّحت فتحت بقى التليفون بتاعي وفضلت أتفرّج على الصور اللي أنا بعتّها على تليفوني، وقُلت هي إزاي متصوّرة يعني الصور دي؟ طَب يا ترى هي بتعمل بيهم إيه؟ بتبعتهم لمين؟ دماغي قعدت تودّي وتجيب. قُلت يعني معقولة ممكن تكون بتكلّم حد كده والّا كده علشان يعني يصرف عليها أو يدّيها فلوس؟ ما يمكن فعلًا تكون بتعمل كده لإن عمي بخيل، أو يمكن هو بخيل في مشاعره وأحاسيسه. المهم قعدت أفكّر بعد تفكير طويل ومش كنت عارفة أعمل إيه، ولا كنت عارف هي بتعمل ليه كده بالضبط. فكّرت بقى بفكرة، رُحت أنا شاري خَط جديد وبعت لها منّه رسايل وكلّمتها منّه. قُلت لها: "أنا عايزة أشوفِك وكده وعايزة أتكلّم معاكِ." طبعًا أنا اتصدمت بقى لمّا لقيتها عمّالة ترُد عليَّ متجاوبة كده، ولقيتها بقى بتقول لي اتصدمت من الرَد بتاعها بتقول لي: "هو أنتِ هتدفع كام؟" وعلشان أتأكد بقى إن هي بتتكلّم جَد قُلت لها: "طيب ابعتي لي صورة حلوة كده ليكِ علشان تعجبيني ولو عجبتيني يعني هابعت لِك فلوس وكده واحوّل لِك فلوس." لقيتها راحت باعتة لي الصورة وفي الوقت ده طبعًا اتأكدت من اللي هي بتعمله، وعرفت إن هي بتعمل كده علشان هدفها الفلوس. المهم كلمتها تاني وقُلت لها: "طيب أنا عايزة أشوفِك وأقابلِك." لكن هي كانت مصممة إن هي ما بتتقابلش برّه، قالت لي: "لأ أنا بابعت صور وفيديوهات لكن مستحيل إن أنا أقابلك برّه علشان صعب." وقعدت يعني تتحجج بحجج كتير. المهم بقى بقيت كل يوم أبعت لها فلوس وهي بقى تبعت لي الصور، واستمريت على الحال ده ييجي شهر أو أكتر، وبقيت مضيّع معظم فلوسي اللي أنا باخدها من عمي يعني الراتب وكده ومن الشغل عليها، وما بقيتش عارف طبعًا أبطّل تفكير فيها خالص. وبقيت يعني ما كنتش أتخيّل إن أنا أوصل للمرحلة دي، لإن أنا يعني كان في نفس الوقت كنت زعلانة على نفسي إن أنا عملت كده، وزعلان برضه إن أنا باعمل كده مع مرات عمي، أو بمعنى أصح إن أنا باكلمها. المهم بقى بعد شهر بالضبط تقريبًا كده لقيت نفسي ما بقيتش قادرة أبطّل تفكير فيها نهائي، وبقيت أحاول إن أنا أروح عند بيت عمي كذا مرّة، وعمي يعني في الشغل بأي حاجة وأتحجج بأي حاجة وخلاص. وهي بصراحة يعني كانت جريئة جدًا في طريقة كلامها، وأنا كمان اتجرأت وقُلت لها بصراحة أنتِ صورِك جميلة أوي، واعترفت لها وفهّمت لها إن أنا اللي كنت بابعت لها الفلوس كل الفترة اللي فاتت دي، وقُلت لها يعني أنا عايزة أبقى معاكِ براحتي وكده. لقيتها فجأة كده عيّطت وبتدمّع وقالت لي: "استر عليَّ، يا ريت ما تفضحنيش، ده عمك هو السبب وهو السبب في كل اللي حصل لي ده، عمك بخيل أوي وكمان مش بيصرف عليَّ زي ما أنا عايزة، وعمري ما طلبت من عمك ده حاجة وجابها لي، ده حتى مش بيدّيني فلوس خالص في إيدي." وأنت عارف بقى فرق السِن اللي ما بيني وما بينه قد إيه، ده أنا وعمك يعني ما بيننا 25 سَنة والّا 26 سَنة، وفرق السِن ده أكيد أنت عارف وفاهم يعني مأثّر على حاجات كتيرة، وأنا اللي باعمله في نَفْسي ده والله ما هدفي الفلوس، ده أنا كان هدفي يعني في حاجات تانية.
فلقيت نفسي كده وأنا قاعد معاها صعبت عليَّ، ولقيت نفسي باطبطب عليها وأقول لها: "ما تزعليش نفسِك، أنا موجود وكل اللي أنتِ عايزاه أنا تحت أمرِك فيه، وما تقلقيش وما تخافيش أنا مش هاقول لحد." ويعني اللي خلّاني ساكت بقى لي الشهور دي يعني وما اتكلمتش ولا حكيت عنِك حاجة، فده يخلّيكِ يعني واثقة ومتأكدة إن أنا عمري ما هاجيب سيرتِك لأي حد ولا هاحكي لأي حد حاجة. وفهّمتها كمان إن أنا على الرغم إن أنا خدت الصور اللي على تليفونها ونقلتها على تليفوني، إن أنا برضه ما رضيتش أتكلم ولا قُلت لعمي على أي حاجة. فلقيت ساعتها بقى مرات عمي راحت رادة عليَّ بكل بجاحة، ولقيتها بتقول لي: "أنا عارفة يعني إن أنت مش هتقدر تحكي لعمك على أي حاجة، لإن أنت كل اللي يهمك يعني مكسبك ليه، وكل اللي يهمك الفلوس اللي بيديها لك." ولقيتها بتقول لي: "بصراحة أنت عاجبني." وفضلت تتكلم معايا كلام حلو كتير، وللأسف الكلام اتطور ما بيننا وحصل ما بيننا كل حاجة زي المتجوزين بالضبط. ومن بعدها مرات عمي يعني ما بقتش سايباني في حالي خالص، وطول الوقت بتفضل تتصل عليَّ علشان يعني أروح لها. أنا أوقات كتير كنت باوافق إن أنا أروح لها رغم إن أنا كنت على طول بالوم نفسي على كل اللي بيحصل ده، مع إن أوقات كتير يعني لما كنت باكلمها في الأول على النت كنت باتمنى إن ده يحصل، لكن بعد اللي حصل ده أوقات كتير باحس أوي بالذنب، وباقول إن أنا غلطانة ويا ريتني ما عملت كده، وباحس بالندم. لكن يعني مرات عمي ما كانتش سايباني في حالي خالص، وأوقات كتير كانت بتحسسني إن أنا مش ناقصني حاجة وكأني كده قاعد وعايش في الجنة. أنا اتعلقت بيها بطريقة مش طبيعية وما بقيتش شايف غيرها وما بقاش يفرق معايا الشغل ولا عمي ولا أي حاجة. بس كل فترة يعني باحس بالذنب وباحس إن اللي عملته ده حرام وإن ربنا هيحاسبني عليه. أنا مش عارف أعمل إيه وأتصرف إزاي. أنا باحاول بأقصى الطرق إن أنا أبعد عنها وما أكلمهاش تاني، بس أنا حبيت إن أنا أحكي لكم القصة وفتحت لكم قلبي علشان تنصحوني وتقولوا لي أعمل إيه. أكيد في شباب كتيرة يعني بتقع في الوقعة اللي أنا وقعتها دي، فيا ريت تقولوا لي على حل وتقولوا لي أعمل إيه. أنا باحاول إن أنا أراعي ربنا في شغلي وإن أنا أتقي ربنا، لإن أنا كل الناس بيقولوا عليَّ إن أنا حسن السلوك وإن أنا كويس يعني ومؤمن بربنا، فيا ريت تقولوا لي أعمل إيه. أنا برضه مش عايزة ربنا يغضب عليَّ. مستنية كل آرائكم وتعليقاتكم.